بإمكانات بسيطة حط الشاب فواز الرحال في ولاية معسكر قادما من سطيف، عازما على تحويل جدران عاصمة الأمير عبد القادر إلى لوحات فنية جميلة تتوسط قلب المدينة، فاستطاع أن يعبر بلسان ريشته عن عدة مواضيع لم تستطع بعض الألسنة حتى ذكرها. حاليا انا متواجد في ولايه معسكر، درت لهم اللمسه هذه. قبل ما ندير لمسه دخلت لولايه معسكر كباقي الولايات، كل ما ندخل ولايه ندير فيها لمسه فنيه. كاع الدور ما كنت نعرف حتى واحد في معسكر، كنت نتجول، صورت الحيط هذا، شرته في الصفحه تاعي، قلت لهم جيبوا لي طالع نخدم لكم لوحه فنيه. وين حسيت روحي راني في داري ومع خاوتي العزاز، ودرنا الخدمه هذه وكان تفاعل كبير وفرحوا بها الناس بالصغير بالكبير. والحاجه المليحه في الجداريه هذه شاركت فيها كامل. فواز الذي جاب جل ولايات الوطن في المدة الأخيرة تاركا بصمة بها، وفرت له بعض الجمعيات ومؤسسة النظافة جميع المستلزمات، فكانت النتيجة ما تشاهدون. حسب البرنامج تاع سي فواز بمبادره من جمعيه الادب والفنون وسي فواز والمؤسسه الولائيه للنظافه دائما معا من اجل مدينه نظيفه جميله، لان معسكر تستاهل من عندنا كل خير. وان شاء الله غادي تكون جداريات شغل في كاع كامل القطر البلديه معسكر. وان شاء الله احنا حاجه تاع نظافه وحاجه تاع الفن والابداع، احنا كجمعيه الادب والفنون رانا ليها ان شاء الله. ماذا بينا احنا في معسكر تولي جنه، خاطر حنا معسكر كبيره وشابه، غادي تولي جنه. داونا الجدران هذا زعما الله يبارك، زاد راهم يزقمونا في حديقه باستور. ويأمل الجميع أن تتجمل جدران المدينة بألوان الطبيعة ما دام فواز مقيما بين شوارعها، حتى تزداد جمالا بلوحة خاصة بالقدس الشريف. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.